صورة الست اللي قدام حضراتكم دي، الأم دي مش بتروق بيتها ومش بتبوس حد، دي بتبوس. تيجي نشوف ايه التفاصيل، تعالوا. الست دي بتبوس وبتحضن الشاهد بتاع مقبرة واحد من ولادها الأربعة اللي هم ماتوا مع بعض، وهي دفنتهم. وهي بتدفنهم والناس مشيت، خدتها لحظة نوم وإغفاء، لقت ولادها دول محوطينها في الحلم أو في الإغفاء دي وهي جنب المقبرة، وبيدوها أكل وشرب. صحيت منه إنها منتشية وسعيدة. وبعد ما هي لسه حالا دفنة ولادها، أكدت على حاجة معينة وحلفت عليها، ولحد دلوقتي بتعملها. أكدت إنها لازم تعيش في الحوش بتاع المدفن ده، وخصوصا إنه حوش مدفن أسرتها بس مهجور. ونامت معاهم وصحيت وتنام وتقوم. قبل ما تنام بتبوس المقبرة، وبعد ما تصحى الصبح تصحى تبوس الشواهد الاتنين دول اللي هم بتوع ولادها الأربعة اللي فقدتهم وهي في حالة ذهول. وقالت وما بقاش ليها غير ابن واحد كان ساعة الحادثة اللي حصلت لولادها مش موجود، وكان مسافر في بلد في محافظة تانية علشان يشتغل. الست دي ست مكافحة جدا جدا، كان عندها 5 أبناء ومتجوزة. وجه جوزها في مرة وقال لها أنا هطلقك وهسيبك للعيال واتجوزت عليكي خلاص. فالست زي أي ست مصرية مكافحة قعدت على عيالها، وقعدت إن هي تخدمهم واضطرت إنها تشتغل لأنها كانت أمية. اشتغلت عاملة في عيادة قريبة من بيتها عند دكتورة، واشتغلت عاملة نظافة وبترتب المرضى في الدخول وفي كل حاجة. الست دي كانت مخلفة، وابنها الكبير اسمه سيد، وهدى وسيد وإيمان وهند وأحمد. ابنها الكبير اسمه أيمن، عفوا. المهم إن الست دي كانت بتشتغل في يوم عند الدكتورة، وفجأة سمعت هيصة وزيطة ونزلت فيه ايه، لقت ابنها جاي مصاب بالحادثة. الحادثة دي هقول لحضراتكم على تفاصيلها، ومفكر ان الدكتورة هي اللي هتطفيه وهي اللي هتداويه. عيل لسه ما كملش نمو ومش فاهم وبيستجير بالله ثم بأمه وعارف طريقها والدكتورة، وكان لسه في أولى ثانوي. خدوه الناس، لا طفوه وراحوا شايلينه هو وآخرين. طبعا التباطؤ في النقل هو اللي الناس بقت ملهية تطفي البيت ولا تعمل ايه ولا الولاد. المهم القصة دي كانت ان فيه انبوبة بوتاجاز صغيرة ملوها من واحد ما حبكش قوي او ما كانش عنده ضمير يظهر، نسي يظهر في غمرة الشغل، ما حبكش قوي. يعني ما قبضش احكام المحبس بتاع الانبوبة الصغيرة دي. وده اللي احنا كلنا بنحرص منه، ان مفيش انبوبة تبقى من الصغيرين دول حد يستخدمها. المهم الولاد صحيوا من النوم بيعملوا أكلهم، فطلع لهم جار. كان الجار ده راخر بيقلي تحت في المكان اللي تحتهم، في الدور اللي تحتهم كان بيقلي بطاطس. عرفت منين؟ ما هو التحقيقات بتبقى معروفة والمحاضر بتبقى معروفة، ودي أنا غطيتها زمان. قال لهم ده في ريحة وحشة قوي، في غاز فايح. راح ماسك محوط المكان، الولع حوطت المكان لان الغاز نزل تحت عنده، وهو ايه مسك المكان كله وحاوط المكان. كان في عندهم ست
مع مراته تحت، وست تانية طالعة تستطلع الأمر فوق. فالمهم ال3 ستات ماتوا، والأربع ولاد الست دي فضلوا اتنقلوا وراحوا المستشفى. وكل مرة كان بيموت لها العيل كانت بتروح في إغماءة وما تحسش، تصحى تلاقي التاني، تصحى تلاقي التالت، تصحى تلاقي الرابع، لحد ما رابع واحد خدوه. وهي قعدت هناك في المقبرة، وقعدت لحد الآن عايشة في قلب الحوش بتاعهم على حصيرة. حتى الحرامية ما سابوهاش، خدوا منها الحصيرة. واللي هي بتروقوا دوت او بتوضبوا وبتنضفوا اللي في الصورة امام حضراتكم، المطبقية دي مش المطبخ، لا، دي حيطة الحوش اللي هي بتنام فيه، أوضة من الحوش. ربنا يصبرها ويديها الصبر، وسابت بيتها وقعدت مع ولادها في هذا المكان، وقالت جملة واحدة، قالت: يا رب انت خدت نصيبك، بارك لي في نصيبي. نصيبها اللي هو الولد اللي عايش دلوقتي ومتجوز ومخلف، ولكن هي رفضت انها تروح تعيش بعيد عن ولادها، لان هي حاسه ان هم، حتى وهي بتغسل هدومها بتقول ان هم بيلعبوا حواليها وبيضحكوا ليها وبيدوها روح طيبه قوي، ان هي ما زالوا جنبها، وبتنام تحضن ايديها ان هي حاضنه ولادها، وتيجي جنب الحيطه عشان لو فيه صوت تبقى تسمعه، او انها عايشه كل ده لحد دلوقتي. وبنفس الطريقه من 32 سنه في طبعا كانت في أوائل التسعينات الحادثة دي حاصلة، ودلوقتي هي ما زالت تصحى تقبل الشاهد، وبعدين تجيب تفطر، وبعدين تقضي يومها كامل وتغسل هدومها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها. والزمن عمل على وشها تجاعيد، ترك تجاعيد الحزن، وترك تجاعيد القسوة على وشها، وما زالت بتبتسم، وما زالت انها فرحانة ان ولادها بقوا جنبها. لكن هي حساهم، وهم كان نفسها يبقوا حاسينها وشايفينها وعارفينها، لكن هي بتقول ان هم شايفينها وعارفينها. ولما بتنام كتير بيجولها في المنام يجيبوا لها اكل وشرب، فبتصحى كأنها واكلة حاجة سمينة قوي. رحم الله هدى وإيمان وهند وسيد أولاد الست دي، ورحم جميع الأموات، وربنا يلهمها الصبر والسلوان. دي كانت قصتنا النهاردة مع الأم دي، اللي هي رمز الأمومة ورمز المحبة في الوقت اللي عادت بعض أنا مش هقول معظم، اللي عاد ناس فرادة تتعدى على الأصابع بيقتلوا ولادهم أو بيمشوا يسيبوهم. شوفوا الأم لحد دلوقتي قاعدة في الحوش معاهم. دي كانت متابعتنا النهاردة لدفتر أحوال. أشكركم وإلى اللقاء. كان معاكم صحفية الحوادث الصحفية القضائية نجوى عبد العزيز. شكرا وإلى اللقاء في متابعات أخرى.